السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كما عودتكم دائما في القناه. كنجيب لكم الجديد في القفطه المغربي او الجلابه المغربيه او التكشيطه او القندوره، المهم الازياء المغربيه بصفه عامه كنشاركوا معكم في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الجديد في القفطان المغربي. كما كتلاحظوا معايا غنبداو بهذه التكشيطه هذه في اللون الابيض تصلح للعرائس، وهذه كذلك حتى هي في البيج، هذه حتى هي تصلح للعرائس العرايسات اللي عندهم العراسات ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا بزواق المعلم والضفاير مدوبلين والتنبات. ودابا غندوزو لهذا الموديل دابا اللي دارج دابا حاليا، هذا الثوب دابا هو اللي داير ضجه دابا حاليا تليجه. كما كتلاحظوا مخدوم بمرمى وزواق المعلم وكذلك التنبات والحزام عصري، الحزام رومي. وغندوزو دابا لهاد التليجه هذه التليجه ما فيهاش الشعله بحال هذه اللي دازت دابا، غير هي ما فيهاش ديك الشعله. كما كتلاحظوا مخدومه بالسفايف والعقاد وفي القرونه. وغندوزو لهذا الموديل البيض هذا الغزال. كما كتلاحظوا البيض كيجي شريف، هذا حتى هو يصلح للعرايس او السابع ولا كيف كتلاحظوا معايا مخدوم بالضفيره داكشي القديم ديال زمان. وعاوتاني غندوزو لهذا الموديل الغزال هذا بالتنبات والضفيره وحتى التعصاب، كاين حتى التعصاب في هذه اللبسه هذه كيف كتلاحظوا، حتى هذه مثقله تصلح كذلك للعرائس. وغادي ندوزو عاوتاني لهذا القفطان الغزال بالبروكار، مخدوم بالبروكار والضفاير مدوبلين على 4، وعنده في الكتاف هذا فحال القفاطن ديال زمان. دابا كنعرفوا ولينا رجعنا لديك الخدمه ديال زمان، الضفيره في الكتاف وفتحي في الجناب، فتحي في التفينه كيكونوا في الجناب بحال زمان. ودابا غندوزو لهذا الموديل هذا كيف كتلاحظوا معايا بمعلم، مخدوم بالمعلم والضفاير الضفيره والعقيدات والتنبات كذلك. وانا جبت لكم في الالوان، جبت لكم هذا الموديل في اللوينات ديالو البيج الخضار. ودابا غندوزو لهاد البيسات هادو كيف كتلاحظوا معايا بالضفاير، هادو ما فيهمش هذه مخدومه غير بالحرير كيف كتلاحظوا معايا. والدوبلور التويب في الخضر والدوبلور في الاحمر. الدوبلور كيجي بالقفيطن ما شاء الله، كيجي بقفيطن انيق ولا لبسه ولا اي حاجه دوبليناها كتجي تبارك الله عاطيه للعين، كيزيدها واحد القيمه، للقفطان الدوبلور، كنصحكم به. ودابا غندوزو لهاد اللبسه هذه التليجه اللي دارجه دابا حاليا كيف كتلاحظوا معايا في هذا اللون الغزال هذا الزرق، مخدوم دائما التنبات مع زواق المعلم والضفيره مدوبله على جوج، وكذلك العقيق في الوسط بين الضفاير بجوج. وهذا بالبروكار والضفاير، هذا اللي وريت لكم الصوره ديالو قبل، مخدوم بالبروكار والفتيحات في الجناب ديال بحال زمان، وحتى الكتيفات فيهم الخدمه. نتمنى يعجبوكم وتستفدوا منهم وتاخذوا افكار اللي بغات تخيط شي قفيطن. هذا فصاله الشكل ديال الحوته، هي ماشي حوته مي الشكل ديال الحوته. والزواق زواقوا منه، الثوب مزوق زواقوا منه كيف كتلاحظوا مخدومه بالضفاير في الغوز وفي الزرق اللوينات اللي فيه. وهذا حتى هو بالمعلم والتنبات والضفيره والعقيدات حتى الارض كيف كتلاحظوا معايا. هذا في اللون الابيض، نفس الموديل في اللون الابيض. وهذه بالطارز هذه الدفينه كيف كتلاحظوا معايا كما قلت لكم نفتحي ولا فتحي حتى الحزام فحال زمان فحال. وهذه التكشيطه هذه كتفكرنا في التكاشط ديال زمان، لا من الثوب لا من الضفاير باش مخدومه، ماشي الضفاير السفايف هاد الاميرات قديمه ومخدومه غير بالحرير ماشي بالصقلي. وهذه بالمعلم والتنبات يا لاله والضفيره كيف كتلاحظوا معايا اللبسه مثقله ما شاء الله في اللون الازرق. وهذه مخدومه بزواق المخ، ولا كتعرفوا الزويقه ديال المخ هي هذه، وفي وسطها الحجيرات. المخ كيجي غزال، كيجي راقي المخ مع الزواق ديال المخ، كيجي راقي سورتو الا كان مخدوم باليد ومخدوم شي خديمه رقيقه. وهذه جبت لكم هذا القفيطن هذا اللي مخدوم باخر ما كاين في المرمى، هذه اخر ما كاين في المرمى كيف كتلاحظوا معايا. هذيك راه مرمى وطارزين عليها، ولكن المرمى كتخدم هكا ماشي
ماشي حنا كنطرزو عليها. المرمى كتجي هكاك مطروزه، كتجي غزاله في اللبسه، واخا الثمن ديالها شويه مرتفع، باقي شويه مرتفع الثمن ديالها، ولكن كتطلع اللبسه غزاله. ودابا غندوزو لهاد الموديل هذا كيف كتلاحظوا معايا. زواق المعلم مع الضفاير مضوبلين على 4، الضفيره د 5 مضوبله على 4، والعقيدات والدريس غير د العينينات. ودائما الفتيحات في الجناب كما قلت لكم. دابا حاليا الفتيحات الجناب دارجين دابا حاليا. وجبت لكم هذا الموديل هذا، شوفوا الصفيفه بمبره والصفيفه بحرير، كتجي راقيه في الخدمه ديالها. وهذا عاود بالمعلم والتنبات والضفيره. وهذا نفس الموديل في اللون الازرق بلو مارين كما كنقولوا حنايا، اللون البلو مارين ديالو. وهذه عاود تكشيطه خفيفه ما شاء الله. كنعرفوا تبارك الله التكشيطه المغربيه، واخا يكون التبغي كما بغى يكون ونخدموه تبارك الله كيجي غزال. وهذه عاود تكشيطه بحال التكشيطات ديال زمان ديال جداواتنا وتبارك الله. هاد التويب هذا فكرني في التكاشط ديال زمان كيف كتلاحظوا معايا، والدبلور في الخضر. وهذا عاود مخدوم بهذاك المرمى اللي قلت لكم اللي دارجه دابا حاليا. هذه هي اللي كاينه دابا حاليا، اخر ما كاين في المرمى هي هذه كما قلت لكم الطرز ديالها منها. وهذا عاود القفيطن هذا في صاله كيف كتلاحظوا معايا، في صاله وسيسعه شويه. وبالدبلور هذا حتى هو فيه الدبلور كما قلت لكم. الدبلور كيزيد القيمه للقفطان، كيغطي ديك العيوب ديال الخياطه كيتغطاو بالدبلور. وهذه التكشيطه في اللون الاسود، هذه التويب هو اللي دار دابا حاليا تليجه وبالضفاير د 5 مضوبلين والعقيدات. خدت لي البيسه خفيفه تبارك الله وراقيه. وكما كتلاحظوا معايا هذه عاود بالطرز وبالضفيره. دائما الفتيحات في الجناب، دابا دارجين الفتيحات في الجناب بزاف. وهذه عاود بالطرز ما شاء الله، تكشيطه بالطرز والفتيحات في الجناب، الدفينه مفتوحه حتى الحزام. والقفيطن كانت حتاني كنديروا فيه الفتيحات على القياس، ما تكونش مفتوحه بزاف باش ما يبانوش لينا رجلينا كاملين. وجبت لكم عاود هاد القفيطينات هادو خفافين كيف كتلاحظوا معايا. قفيطن رومي بلدي، لون مخدوم لون في لون في اسود. وهذا عاود كما كتلاحظوا معايا موديل عصري مدخله في التقطيعه في اللون الاسود. وهذا عاود مخدوم بزواق المعلم والتنبات والمرمى. نتمنى يعجبوك.